في إطار مشروع اقتصادي ما نجم نقولوا كان بقدر خير. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من حاب صوت مركي، واللي في كل مرة باش ناخذوا موضوع ونحاولوا نفهموا علاش وكيفاش وشكون خلاها حاب صوت مركي. الشركات الأهلية اللي تقوم على المبادرة الجماعية وتهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة، زعما تنجم تحقق الأهداف هذه وتنجم تعمل تنمية على مستوى الجهات وتخلق الثروة على مستوى البلاد الكل، بين اللي يدافعوا عن النظام القانوني الجديد هذا واللي ينقذوا فيه الشباب اللي يحب يستثمر ويحلم باش يبدل الواقع نتاعو ما لقاش شكون يدرس الإطار الجديد هذا من جانب اقتصادي وقانوني. يعني خلينا نقولوا بلاش عواطف، ما فماش مشروع ينجح على خاطر الفورم جوريديك نتاعو كهو، يعني سارل والا SA والا شركة أهلية. كل مشروع يلزم تسبقه دراسة جدوى، تتوفر له التمويلات، الإطار القانوني اللي يضمن حقوق أصحابه ومسؤولياتهم تجاه الغير. واللي نظم الإطار القانوني هذا في تونس هي مجلة الشركات التجارية، واللي نجم نقولوا اللي هي بنت مجلة الالتزامات والعقود. حتى 20 مارس 2022 وين جاء المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية واعطاها نظام قانوني خاص بها. علاش؟ يا أخي إذا تلموا 50 من متساكنين أي جهة ولموا 10 ملايين باش يكونوا بهم شركة، ما ينجموش باللي فورم جوريديك اللي موجودين تو؟ من غير حتى شك ينجموا. لكن بما أنه المرسوم عدد 15 خرج والأوامر التطبيقية نتاعو، خلي نلوجوا فيهم وقتاش الشركات الأهلية نجموا يكونوا حل وقتاش ينجموا يطرحوا مشكل. الشركة الأهلية تنجم تكون حل وقت اللي مجموعة من سكان الجهة يحبوا يستثمروا مع بعضهم، يحبوا يشجروا مدينتهم، يجمعوا نفاياتهم، يحبوا يسوقوا منتوجهم المحلي مثلا عن طريق نقطة بيع من المنتج المستهلك. ما وين المشكل؟ المشكل الأولاني إذا ما عندهمش الإمكانيات المادية. لهنا المرسوم يسمح بتكوين شركة أهلية برأس مال ما يقلش على 10 ملايين وما يعطيش حد أقصى لا لقيمة رأس المال ولا الحجم الحصة، يعني مجموع الأسهم متاع كل مساهم. يعني فقط في التأسيس متاع الشركة الأهلية المساهمات متساوية، من بعد نجم تحط المبلغ اللي تحب عليه، وكان ربحت الشركة الأهلية كل مساهم مش ياخو بايو من 30% من المرابيح، وإذا خسرت مش يخسر من قيمة المساهمة نتاعو. لكن لهنا فما حاجة باهية، كل مساهم مهما كانت حجم الحصة نتاعو عنده صوت برك. هاو العدالة الاجتماعية هكا برا خلي يزيدوا يثبتوا. في الظاهر كل مساهم عنده صوت واحد، لكن في الواقع كل مساهم ينجم يجيب توكيل على زوز مساهمين ويصوت باسمهم. من الأخر صاحب القرار مش اللي عنده سهم في الشركة، لكنهم المساهمين بالمبالغ الكبيرة في رأس المال، واللي بالتوكيلات نتاعهم ينجموا يساعدوا أعضاء مجلس الإدارة اللي عنده صلاحيات موسعة والباقيين. المشكل الثاني وقت اللي تجي الشركة هذه مش تجمع تبرعات. في المرسوم عدد 15 ممنوع جمع التبرعات مهما كان نوعها، لكن الأمر الرئاسي عدد 498 اللي إصدر في 18 مايو 2022 ويتعلق بالنظام الأساسي النموذجي للشركات الأهلية سمح بقبول الهبات. تقول أنت أكيد فما تفسير الفرق بين التبرعات والهبات؟ لا، ما فماش. أما المنع اللي جاء في المرسوم يوصل يترتب عليه سلب للحرية. حسيلو تجي تفهم الدوخ. باهي خلي نسهلوها ونبعدوا عليك العبارات الشيحة والصعيبة متاع القانون. مثال، والجهة وعايش في الخارج، يعني ما ينجمش يكون من المساهمين، أما يحب يعاون في المجهود التضامني هذا ويتبرع بمعدات تراكتور أمبولانس، فإنه هذا ممنوع بالنص الأعلى، يعني بالمرسوم عدد 15. باهي وكيفاش تتاخذ القرارات في الجلسات العامة؟ يا سيدي الجلسة العامة العادية وإلا الخارقة للعادة تنجم تنعقد بمن حضر، وحتى كيف النص يحكي على أغلبية الأعضاء وإلا على ثلث الأعضاء ما تفهموش، يحكي على أعضاء مجلس الإدارة وإلا على المساهمين، لأنه المرسوم والنظام الأساسي ما فيهم شرح أسباب. يعني القرارات المصيرية ينجم يتم اتخاذهم بمن حضر. علاش؟ جمعية هي ولا مجلس بلدي؟ يتعداوا لدعم الدولة للشركات الأهلية، واللي بالحق ينجم يمكنها من أدوات التمويل ويخليها حل من حلول تطوير منظومة الاستثمار في بلادنا. والدولة تنجم تساهم بالأراضي وإلا بالمنشآت وإلا بالفلوس. يعني المجموعة اللي تحب تستثمر بملك الدولة تتوجه بمطلب وينجموا يوافقوا لها، وتتحط قيمة مساهمة الدولة في رأس المال تاع الشركة الأهلية واللي يتم تخصيصه للشركة الأهلية. ما لوين المشكل؟ خلينا من التخصيص اللي لحد الآن بالقانون ما ينجم يكون إلا لفائدة هيكل عموم. خلينا نمشيو لمساهمة الدولة في رأس المال. أول حاجة شكون مش يمثل الدولة في مجلس الإدارة متاع الشركات الأهلية، وقداش مش يكون عندها من مقعد في مجلس الإدارة هذه.
يعني الدولة كمساهم نجم تكون عندها أغلبية في رأس المال من غير ما يكون عندها تمثيل في مجلس الإدارة يتناسب مع المساهمة نتاعها. ثاني حاجة، صحيح الدولة تنجم تساهم وتنجم تكون عندها الأغلبية في رأس المال، لكن تنجم زادة تسحب الملك نتاعها إذا شافت انحراف في الاستعمال نتاعو، وتسترجع زادة المنحة اللي تنجم تكون عطاتها للشركة الأهلية. مرة أخرى، في الظاهر هذا باهي باش نحافظوا على أموال الشعب، لكن زادة الدولة مش تجمع بين يديها ثلاثة سلطات في نفس الوقت: المساهم الأغلبي، سلطة الرقابة، والسلطة التقديرية. في إطار مشروع اقتصادي ما نجم نقولوا كان ربي قدر خير. تبقى الشركات الأهلية اللي تنجم تتصرف في الأراضي الاشتراكية، وأكيد تنجم تكون حل باش تعمل تنمية على مستوى الجهوي، فرص لخلق الثروة، مقاومة البطالة، كيف يتفقوا كافة الشركاء ويتقاسموا العبء في إطار الشركة هذه. ونجموا لهنايا نكونوا مشاريع فلاحية بيئية وغيرها عندها أثر وبعد تنموي، على خاطر حق التصرف في الأرض الاشتراكية يعطي للشركة الأهلية إمكانيات مادية باش المشروع هذا ينجح. وين المشكل المالي؟ الحق في الملكية لكل واحد من أفراد المجموعة اللي يملكوا الأرض الاشتراكية هو حق أصلي، لكن الحق في المساهمة في الشركة الأهلية اختياري مش إجباري. وهنا مش ندخلوا في منظومة الشياع اللي فيها برشا مشاكل، كما الأراضي الاشتراكية في تونس اللي فيها أنواع ومش الكلها مش ساهل باش تتناولها الشركات الأهلية، على خاطر المنابات في الأراضي هذه مش مفرزة، وفي نفس الوقت قانون الأراضي الاشتراكية علق العمل بمجالس التصرف. يعني مادام ما تمش إفراز المنابات باش كل شركة أهلية تتصرف في حق المساهمين متاعها أكهو في أرض المجموعة من غير ما تستأثر بحق غيرهم من المالكين اللي اختاروا باش ما يشاركوش في الشركة الأهلية هذه، فإنه هذا ينجم يتسبب في برشا إشكاليات تهدد المشروع الاقتصادي بيته. وما ننساوش من ناحية أخرى اللي الشركات الأهلية قابلة للتصفية وللاندثار كما أي مشروع تجاري، عكس مجالس التصرف اللي هو هيئة شبه إدارية مش تجارية. يعني إذا الدولة تنجم تسترجع ملكها إذا فما سوء تصرف، شكون مش يسترجع ملك المجموعة إذا الشركة الأهلية صفات وقت اللي ما عادش فما مجالس تصرف منتخب؟ الدولة نظام الشركات الأهلية ينجم ينجح إذا المشاكل هذه وغيرها تحلت في الوقت المناسب، إذا كانش مش تقعد حابسة وتمركي.